السلام عليكم. حلقة جديدة خاصة بالسيولة. إن شاء الله النهاردة هنستخدم في حلقتنا زوج اليورو دولار لآخر حلقة وآخر صفقة أنا دخلتها لكم على الجروب العام. وليه كنت متوقع إن السعر هيبدأ يهبط مع العلم إن السعر أصلا كان في اتجاه صاعد. يعني لو بصينا كده بصة، أي واحد لسه بادئ في التداول هيقول إن السعر بيدينا إيه؟ قاع قمة قاع قمة، واتجاه صاعد واضح وضوح الشمس. فأنا أتوقع إن السعر يوصل لمنطقة ويرد، مع العلم إن إحنا كنا عند منطقة اهتمام وهي منطقة الاهتمام دي. صح كده؟ طب إزاي بقى يا عمرو بعت لنا الصفقة إن إحنا نبيع من المنطقة دي كده تقريبا، وتوقعت إن كل ده يتكسر؟ هنا بقى في حاجة، السؤال ده اتسأل لي كتير جدا، فعشان كده قلت بدل ما أفضل أرد واحد واحد خلينا نبدأ نعمل منها حلقة خاصة بالسيولة. لأن زي ما قلت لك لما باستخدامك للسيولة حتى مع الاتجاه أو عكس الاتجاه تبدأ تتوقع أي حركة حتى مع الاتجاه أو عكس الاتجاه. فخلينا نبدأ نمشي واحدة واحدة كده إيه، ونبدأ أفهمكم أنا ليه قلت لكم نبيع من المنطقة دي، وليه للأسف الشرطة ما مشيش معانا وأنا دخلتها تاني وكانت صعبة إن أنا أبعت أقول لك كل الكلام ده إن شاء الله في الحلقة دي. نقول بسم الله كده ونبدأ. طبعا أنا دائما لما باجي أشغلكم أو ببدأ أبعت لكم حاجة زي كده ما بحبش إن أنا أجيب لكم أي مدارس سواء اس ام سي اي سي تي، أي مدرسة بشكل عام. بحاول إن إحنا نبدأ إيه نغير مفهومنا شوية للسيولة. سوري يا شباب، خلينا من ميوت. ممتاز. عايزين نبدأ بقى نحلل شوية مع السيولة، لأن إحنا زي ما إحنا شايفين هو السوق ما بيمشيش غير مع السيولة. فابدأ امشي معاها واحدة واحدة، ما تتوهش نفسك بأي مدارس، مع احترام لكل المدارس كلها يعني بتديك قواعد تمشي عليها، ما بتديكش مفاهيم. فاحنا عايزين بقى نبدأ نفهم واحدة واحدة السعر بيمشي عشان ايه، والسعر عايز ايه، وليه إن السعر هبط من المنطقة دي. ماشي طيب، نقول بسم الله. زي ما احنا شايفين فريم الاربع ساعات، انا كان عندي هنا قمة قاع قمة قاع، خلاص الاتجاه بدأ يهبط زي ما احنا شايفين. واحد اتنين تلاتة أربعة، طبعا الشغل كله التقيل هيبقى في المنطقة دي كده، بس واحدة واحدة أنا عايز أبدأ لك من الأول. ماشي طيب. فخلاص نتوقع إن السعر يبدأ يعمل إيه، يبدأ يعمل له قمة أقل وقاع زي ما احنا شايفين كده، يكسر القاع عشان يكمل اتجاه الهبوط أو اتجاه الهبوط بشكل عام. فبصوا بقى السعر بدأ يعمل ايه، بدأ يمشي عرض شوية، وعملنا حلقة قوية جدا عن السيولة في المنطقة دي. منطقة عرضية لكل الناس لكل المدارس، ولكن بالسيولة قدرنا ناخد حتة حلوة في المنطقة دي، وعملت لكم حلقة عليها هسيبها لكم في آخر الفيديو ده. المهم خلاص السعر كسر لي أعلى قمة وهي دي، والاتجاه اتحول لصاعد، وهو أصلا بيقول لك إن هو هيتحول لصاعد من إمتى؟ من بدأ زي ما قلت لكم دلوقتي، بدأ يدينا ايه قاع قمة قاع قمة اللي هو بديهي بديهي جدا، وبعد كده عمل لي أعلى قمة وبدأ يهبط. اتفقنا لحد كده تمام. طيب نبدأ بقى نقف لحد هنا ونبدأ نشوف السعر. بالنسبة لنا لو هنحدد السيولة إن السعر نزل، خلينا نقف بالشرط لحد هنا. بالنسبة لنا لو هنتكلم عن السيولة شوية، هنبدأ نبص السعر هابط كده، نبدأ نشوف هل السعر عنده سيولة إن هو ينزل ياخدها ولا لأ. لو بصينا بص هنا كده، كل المناطق دي مناطق سترونج ولا واحدة فيهم سيولة، ولكن بكسر أول منطقة قوية كل ده هيتحول لسيولة وهيتاخد. تمام كده طيب. أنا في الحلقات اللي قبل كده بحاول أفهمك السيولة ببساطة واحاول ما اقعدلكش الموضوع، ولكن ما يعني المنطقه دي كده بالنسبه لي مش سيوله. ليه؟ لان انت شايف او يعني بالحلقات اللي فاتت انا حاولت افهمك ان اي قاع، او انت يعني حاولت تفهم من شرح اقل قاع او اي قاع ما اتاخدش ده بالنسبه لنا سيوله، ولكن برضو ليها شروط كده معينه بفهمك برضو للشرط. فعشان كده ما تقوليش ليه دي مش سيوله يا عمرو، وهقول لك ليه دلوقتي. طبعا الكلام ده شرحه في الكورس المستوى التاني والتالت. فعشان كده انا عامل لكم البلاي ليست دي خاصه بالناس اللي هي مش قادره تدفع ثمن الكورس، هتبدا تفهم واحده واحده. ولكن دي مش سيوله عندي، هتبقى سيوله بكسر السترونج ده. لو المنطقه دي اتكسرت نبدا نتارجت المنطقه دي واحنا مطمنين. اتفقنا لحد كده طيب. المهم نبدا بقى نمشي واحده واحده مع الشرط. احنا لحد دلوقتي عند منطقه اهتمام وهي دي، اتفقنا، والسعر اوريدي رد منها اصلا. ماشي. ويبدأ كل الناس تتوقع إن السعر خلاص نزل، خد شوية سيولة، رد من منطقة اهتمام ويبدأ يكسر. ولكن بقى هنيجي هنا للسؤال الأهم، ليه توقعنا الهبوط؟
حتى مش من منطقة اهتمام. يعني بص، لو قلنا ان ده ريجكشن بلوك، السعر تقريبا ما وصلوش، رد من قبل الريجكشن بلوك. انت ازاي تبيع من منطقة اصلا مش اهتمام؟ وكل الكلام ده هيترد عليه دلوقتي. خلاص طيب، تعالى بقى ننزل نتكلم شوية مع فريم الربع ساعة، لان هو في كل الكلام. المهم، لو هنقف هنا، كنا متوقعين يعني هنطلع لايف كده كل يوم، كل اسبوع. توقعنا يوم السبت اللي فات ان السعر لو هيرد للقمة دي، يرد من منطقة اهتمام قوية، وانا ما عنديش غير المنطقة دي اللي كانت قوية ولها اسبابها انها ترد السعر. طيب، ننزل بقى على فريم الربع ساعة. بص يا سيدي، لما السعر بدأ هنا ينزل لي، عمل لي اخر قمة ينزل لي في هيئة سيولة، بص السعر يعمل ايه؟ يطلع يرد في السيولة، ما دخلش حد معاه، هبوط عنيف. اي نعم خبر، ولكن برضو ايه، هيمشي شوية مع السيولة. ركز كده معايا هنا، برضو نفس الكلام اللي حصل هنا، قمة قمتين تلاتة ما تاخدوش. هل هيوهم الناس ان هو هيبدأ ينزل وهو اصلا مدخل معاه ناس هنا؟ انسى يا باشا. يعني كانت في ناس طبيعي ان ممكن تكون ناس دخلت من هنا وايه، ومستهدفة مثلا الاوردر بلوك او اي منطقة بشكل عام. المهم السعر عمل لك ايه؟ ناس دخلت من هنا غلابة مفكرين السعر هينزل وياخدهم معاها، وناس دخلت من هنا غلابة لان السعر ما خدش الاتنين دول. تالت ناس غلابة آه، وتوقعوا ان السعر هيبدا ينزل، وفعلا اوريدي نزل، فرحهم شويه، اطلع نظف وبعد كده ايه، انزل نزل على نظافه. اتفقنا؟ طيب، تعالى بقى نشوف الغلابه اللي كانوا متوقعين ان السعر ينزل من غير ما ياخد لهم استوباتهم او ياخد لهم تامينهم. كل الناس دي غلبه بالنسبه لي. ادي واحد زي ما انت شايف، ادي قمه ما اتاخدتش، قمه ما اتاخدتش، ماشي، قمه ما اتاخدتش. اتفقنا؟ طيب، قمه ما اتاخدتش، كل ده ما اتاخدش، كل ده ما اتاخدش. هل تتوقع ان السعر فرحك شويه؟ اقفل صفقتك هنا وانت محترم. كل ده ما اتاخدش، كل ده ما اتاخدش. اي نعم، شايف زي ما انت شايف، كل ده ما اتاخدش. تتوقع ان السعر ينزل اكتر من كده وهو اصلا سايب لك كل السيوله دي؟ مستحيل يا باشا، مستحيل. طيب، اقفل لي كل الكلام ده وامسحه لي ونبدا نشتغل. توقعنا في اللايف اللي فات ان انا عندي هنا سيوله قويه جدا ان احنا نبدا نستهدفها. ركز كده معايا، استنى بس حاجه واحده، استنى منطقه قويه زي ما احنا شايفين، السعر ياخد سيولتها، ومن بعد لان هو برضه هيطلع ياخد سيوله، لازم ياخد سيوله عشان يبدا يطلع وينظف كل الكلام ده. اتفقنا؟ كان عندي منطقه هنا قويه، والسعر زي ما احنا شايفين تعامل معاها، اداني هنا سكوب محترم، وكانت الدخول بتاعنا، او تقدر تخش. انا بصراحه ما دخلتش، بس في شباب دخلت معايا الصفقه دي من الكورس يعني، واتكلمنا فيها امبارح. ستوبك هنا هتارجت ايه بقى؟ دايما انا بقول لما يبقى عندك سيوله حاول تتارجت 50% من السيوله. طيب، لو فتحنا الاربع ساعات بص كده، عشان عندي كانت دي سيوله، كل دي سيوله 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 سيوله. دايما لما بقول 50% اعرف ان السعر مش لازم ياخد السيوله كلها، ممكن يطلع ينضف شويه وبعد كده ينزل. وهو فعلا اوريدي كانت عندي كل دي سيوله، كل ده ما اتاخدش، كل ده ما اتاخدش. السعر طلع ما خدهاش كلها، خد 50% او خد يعني شويه منها، وبعد كده بدأ يهبط. نفس الكلام على الربع ساعه دي. تيجي تيجي تسألني يا عمرو فين السيولة؟ أقول لك من أول هنا لحد هنا. طيب، لو إحنا عايزين ناخد صفقة الشراء هنا، ركز معايا بقى. لو عايزين ناخد صفقة الشراء من واحدة، فعلا الحمد لله في شاب، عشان بصرح معاك أنا ما دخلتهاش لأن ما كنتش مركز مع اليورو الفترة دي، ولكن شاب دخل معاه الصفقة من هنا. وتقدر تتارجت بقى إيه؟ مش أنت قلت لنا يا عمرو دلوقتي السيولة لو اتاخدت 50% ده كافي؟ أقول لك أيوه، ولكن عايزين نركز فين أقوى منطقة عندي في السيولة. أقول لك هي دي، القمتين دول اقوى منطقه عندي في السيوله. اتفقنا لحد كده؟ طيب، تيجي تقول لي يعني انا تارجت المنطقه دي ولا تارجت 50%؟ اقول لك تارجت المنطقه دي كلها، لان احنا كنا متوقعين ان السعر يبدا يعمل ايه، يعمل سترونج، وهو اوريدي عمل سترونج. ابدا صحح، ابدا اشتري 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 زي ما انت شايف. وهنا خدنا صفقتنا، ما ركزناش مع الاوردر بلوك بتاع الاربع ساعات اللي الناس اشترى منه. وهي دي حلاوه السيوله، السيوله تخليك تخش اصلا من غير مناطق اهتمام. طيب، السعر بدأ يعمل لك ايه؟ خلاص، اطلع 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 اطلع، نظف السيولة، ومن بعدها نبدأ بقى ايه، نشوف هبوط، يبدأ السعر ينزل. ولكن عايزين نركز شوية جد شوية في الحتة دي. انا عندي اخر مناطق السيولة هنا، والسعر اصلا طالع عشان ياخد السيولة. فممكن السعر يعمل لي ايه؟ ممكن السعر يبدأ اول لما انضف المناطق دي يبدأ يديني ايه، منطقه سترونج، وبعد كده يبدا ينزل. ولكن السعر ما عمليش كده، وهقول لك ليه احنا ما بعناش من المنطقه دي. بص السعر بدا يعمل لك ايه، مجرد عمل لك سترونج، اطلع 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 اطلع، نظف كل الكلام ده. اتفقنا؟ طيب،
مع التنظيف المكان ده. نبدأ بقى إيه، نركز هنا ونشوف منطقة سترونج، بما إن إحنا السعر متوقعين إن هو لو عايز يرد ويكسر لي الاتجاه الصاعد ده هيترد من إيه، زي ما قلت لكم المنطقة القوية دي ولها أسبابها لو شرحتها هنقعد كتير، فمش عايزين نكتر وقت الفيديو. المهم نبدأ واحدة واحدة نقف هنا. طيب عايزين بقى نشوف منطقة سترونج، منطقة سترونج السعر يرد منها بما ان هو خلاص خد السيولة. طب انا عندي هنا كان عندي سيولة، اقول لك فين السيولة؟ اي امبالانس ما اتاخدش ده سيولة داخلية، برضو بنحطها في احتمالاتنا ان السعر بيطلع ياخدها، وانا كان عندي اتنين، ادي واحد ادي اتنين، اتفقنا لحد كده. طيب تعال نشوف السعر عمل معاهم ايه. امشي معايا واحده شويه، يعني برضو السيوله يا شباب ما بتبقاش في الشموع، يعني خدوها مني كده، ما بتبقاش في الشموع، برضو بتبقى في امبالانس داخلي السعر ما احترمهوش. تمام طيب امشي شويه. بص هنا بدأ يعمل ايه، بدأ يوهم الناس ان هو هينزل من المنطقه دي هبوط عنيف. خلاص الناس كلها تبدأ انا سوري انا عارف ان في ناس كله بيبدأ يشتري، ولكن برضو لو حد فكر في البيع بص كده صعب، او بيوهم الناس وبعد كده يطلع يكسر، يوهم الناس وبعد كده يطلع يكسر، لحد ما بدأ يعمل لي ايه بقى. بص كده خلاص خد لي كده كل السيولة اللي موجودة فين، في الموجة دي، كانت كلها من أول هنا لحد هنا. عرفتوا ليه أنا كنت مصمم للبيع؟ وهخليك معايا وهفهمك دلوقتي ليه بعنا من أول مرة وتاني مرة. وبرضو كانت السيولة بالنسبة لنا هنا كانت آخرها من الآخر امبالانس، ما عنديش هنا أي امبالانس تاني. اتفقنا لحد كده؟ طيب نقف بقى هنا ونشوف احنا دخلت احنا دخلنا من هنا بناء على ايه. اولا البرايس اكشن ده بعد تنظيف السيوله خلاص المنطقه عندي دي بقت سترونج 100%، مفيش حاجه طبعا 100% في السوق، ولكن بقت عندي منطقه قويه صعب السعر يكسر. اتفقنا؟ طيب لو هنطلع منطقه اهتمام السعر يرد منها، هنطلع بالنسبه للاس ام سي، هنطلع الاوردر بلوك ده بالنسبه للتحليل التحليل الفني عندي دعم ومقاومه، بالنسبه للاي سي تي عندي فير فاليو جاب في المنطقه دي. شايف طلعت لكم ايه كل الشغل، كل مناطق الاهتمام باستخدام المدارس كلها او اغلبيتها يعني. وهقول لك دلوقتي بص السعر بقى عمل ايه. انا عشان استهدف او اخد صفقه من هنا، طبعا انا متارجت ايه، بتارجت المنطقه دي، خلينا نجيب كده، وواثق ان المنطقه دي هتتجاب. وبالعكس مش دي بس، لا اول الاوردر بلوك ده، لان زي ما قلت لك السعر لو عايز يكمل صعود مش هيرد غير من المنطقه دي. اتفقنا؟ طيب تعالى بقى بص واحده واحده السعر بدأ يعمل ايه. السعر اول لما بدأ يوصل، انا مستني بقى ايه، مستني السعر يرد من اي منطقه هنا. خلاص اوهم كله ان هو يبدأ ينزل، وبعد كده راح طالع واخد لك كل السيوله دي ورد لي منين، رد لي من المنطقه دي. وبعد كده انا كعمر اديتكم الصفقه بتاعتنا من هنا تقريبا، وقلت لكم خشوا، لان انا عارف او احتمال كبير ان السعر هو خلاص مش هيخسر لي المنطقه دي زي ما قلنا، ولكن احتمال السعر ما يوصلش للاكستريم اوردر بلوك. بالنسبه لاغلبيه المدارس بتبدا تشتغل على الاوردر بلوك، ولكن اوقات كتيره جدا تلاقي السعر ما يوصلش للمنطقه، تفضل تتكلم في نفسك طب هو ما وصلش للمنطقه ليه. طبعا افضل طريقه للدخول المنطقه دي او افضل طريقه للدخول كان ستوبك فوق المنطقه، والتارجت بقى ايه المناطق اللي تحت بيفهمك السيوله. ولكن انا كعمر بحب بصراحه اصغر الستوب على قد ما اقدر. نمشي شويه نشوف السعر بدا يعمل لي ايه. السعر فعلا بدا يحترم لنا منطقتنا، وكانت صفقه ممتازه. ماشي كانت دخولنا من اول هنا، ماشي وقف كده، وهدفنا تحت كنا محددين الهدف. المهم السعر بدأ يعمل لي ايه، يوهمنا فعلا ان هو يبدأ ينزل. وبعد كده انا اتغبيت في الحتة دي وهقول لك ليه دلوقتي. خلاص بقى عندي هنا شمعة يعني تقريبا سكوب تدل ان السعر طلع شوية طلع شوية ناس، ومن بعدها انا استنيت، يعني انا دخلت لكم من هنا كانت الشمعة دي كانت قافلة هنا، قلت لكم يلا دخول تاني، وانا اول مرة ادخلكم دخول تاني على الجروب. لان انا كنت واثق فيه، حتى اغلبيه الصفقات لما بخش بالدخول تاني ما بدخلكوش، يعني بحاول ان انا ايه تستفادوا من المنطقه. ولكن بص بما ان السعر اصلا نزلت اوريدي تقريبا 3 بيب كده ولا 3 ار، فقلت خلاص نأمن نخلي تأميننا في الصفقه الاولى هنا ونخش بالدخول التاني. كنت اتمنى ان الشمعه دي تقفل، يعني بص ركز معايا بقى كده في الحته دي، لان انا هقول لك انا اتغبت ليه دلوقتي. كنت اتمنى لما لقيت الشمعة دي كانت اخرها هنا، رحت انا قايل لكم ايه، خشوا الصفقة دي تانية، التانية هنا من اول هنا. هو ليه مش عايزة تيجي؟
أيوه، خشوا من هنا استوبك فوق المنطقة، والدخول الأولاني حطه هنا بحيث لو ضربت لنا ستوب إحنا خرجنا بريك إيفن، هنا ار وده الستوب بتاعنا خلاص. ولكن للأسف الشمعة ما قفلتش، تعرفوا الشمعة دي لو كانت قفلت هنا والله كان السعر هينزل له بقوة يجيب لنا التارجت. ولكن بقى بص هنا بقى، هنا بقى إيه، شغل تزهيق المتداولين، السعر فضل ماشي حركة عرضية شوية 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 شوية، وراح طالع بقى ضرب لنا بقى الناس اللي كانت مأمنة، الناس اللي كانت عاملة ستوب. بص فضل ماشي حركة عرضية تقريبا بقى لها 3 4 ساعات، ومن بعدها بدأ يعمل لي إيه، يطلع خلاص ضرب لي السعر. أنا كعمر بقى استنيت السعر فين، يوصل لي للمنطقة اللي صعب تتكسر بالنسبة لي. طيب بص بقى، ليه انا ما دخلتكوش من هنا لما وصل للمنطقه ودي اوريدي منطقه قويه جدا؟ السعر المفروض اول لما يوصل لها يبدا ينزل هبوط عنيف، فضل يمشي حركه عرضيه مقرفه زي ما احنا شايفين، وانا عن نفسي ما لقيتش انتري، ولكن ستوب هنا، ستوب فوق المنطقه، هدف تحت، لان انا واثق المنطقه دي صعبه تتكسر، وقلت لكم الاسباب انها نظفت كل السيوله اللي وراها، والديسبيسمنت بتاعها قوي يدل على ان السعر فعلا اكتفى السيوله. تارجت بقى ايه؟ الهدف الاول هنا، ويكتفي تقريبا كانت داخله في ال 15 ريسك ريورد. والهدف التاني هنا اللي هو اول الاوردر بلوك، واوريدي فعلا السعر جاب الاولى، وبعد كده بدأ زي ما احنا شايفين. بصوا الحركه رخمه جدا جدا جدا، السعر عمل لي ايه، جاب الاولى او ما جابهاش تقريبا، فضل ماشي شويه وبعد كده تقريبا جابها دلوقتي. المهم ده كان تحليلي بالنسبه للسوق. حتى بصوا حتى لما وصل للمنطقه ده حاليا دلوقتي في اللايف فعلا احترم المنطقه. بكسر القمة ده أتوقع إن السعر خلاص هيبدأ يعمل لي قمة جديدة ويكسر المنطقة دي، لأن خلاص المنطقة دي بالنسبة لي بقت سيولة. أتمنى تكون فهمت قصدي، لو ما فهمتش أنا حاولت أفهمك على قد ما أقدر السيولة بالنسبة لي، حاولت أوضح لك كل حاجة خاصة بالسيولة في الفيديو ده. المهم لو أنت أول مرة تشوفنا، عملنا عاملين كورس مجاني على اليوتيوب، هتخش تلاقي بلاي ليست كده اسمها الاس ام سي المطور، تقدر تخش تشوفها هتفيدك جدا. وبس قولي رأيك في الفيديو ده إذا كان هو فعلا فادك ولا لأ بالنسبة للسيولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتقابل في فيديو جديد.